كان قلبي حاسس ان في حاجه غلط. انت شفتيها قبل كده البت دي؟ مره، وكدب عليا وقال لي انها زميلته في الكليه. ايوه، يعني هي اللي قالت لك ولا هو اللي قال لي؟ عرفتي منين؟ وقعدت لي صوته وهو بيقول لها انه مستنياه في المكتب. حبيبتي انا مستنيكي في المكتب، عدى عليا في اي وقت اكون خلصت ونتحرك على طول. نهار اسود. خلاص ما تزعليش، بعدين انت اللي سبتي، انت اللي كسبانه صح؟ ها ماما؟ خلاص بقى. طبعا في حاجة غلط، بس أنا لسه مش فاهماها. الغلط اني ما فهمتش ان هو كداب من الاول يا ماما. طبعا كدبة حاجة وحشة قوي، بس طارق مش كداب يا زينة. ماما، انا هجمع لك كل حاجته، ولو سمحتي تكلمي بابا يكلمه يخليه يجي ياخد حاجته. ولا لا، ما تخلوش يجي، خلي بابا هو اللي يروح له. صح كده، زينة عندها حق بصراحه كده. لو بابا كان كدب على ماما ما كانتش هتسكت، صح ولا لا؟ تقولش حاجة يا عبد الحميد، مفيش حاجة تتقال. انت ليه مالك قلت لي ان انا اخر واحد المفروض اسمعك؟ ايه؟ فاكر ان انا مش هاجي في صفك؟ واجي في صف محمود؟ عبيط، مارينا دي بنتي قبل ما تبقى اختك. في حد يرضى لبنته كده؟ انت وجعك وجع يا ملاك. خلاص يا سيدي، الهم اللي انت شايله ده اتقسم على 2، عليا وعليك. اختي بتضيع مني. احنا ما بنضيعش ولا حاجه، فلا الله ولا فالك. استغفر الله العظيم يا رب. ليه كده بس يا بنتي تخش في علاقه مش هيجيلك منها غير وجع القلب ليكي وللي حواليكي؟ هي فين دلوقتي؟ حبستها في اوضتها، وما تقوليش عملت كده ليه، لاني مش هعمل غير كده. انا ماشي يا عبد الحميد. انت عبيط يا ملاك، وانت فاكر يعني الحبس هو ده هيجيب نتيجه ولا هو ده الحل؟ أول مرة ما أفهمش حضنك ولا كأنك بتتأكد إن إحنا واحد. مش يمكن اكون عايز اتاكد بجد؟ الساعة كام معاك يا ملاك؟ تقريبا 8. في واحد دلوقتي عايش في بلد تانية عندهم الساعة 2 الظهر.